ملتزمين بالإسلام وملتزمين بالقرآن وملتزمين بالأحاديث وملتزمين بالتقاليد اللي كانت تحكمنا من خلال الإسلام. أني ضحى عراقية من فئة شيعية من العراق. يعني خلينا نقول كنت مسلمة بس بالاسم، يعني كأنه احنا ما كنا نؤمن، يعني احنا صحيح مسلمين بس مو كنا ذاك الإيمان اللي بداخلنا، بس أكثر شيء احنا اللي يتغلب علينا هو الخوف من الأحكام بالقرآن والأحكام من التقاليد اللي كانت تحكمنا من خلال القرآن، لأن تعرف المسلمين ينفذون تعاليم القرآن حرفيا. احنا لما كنا بالعراق يعني قلت لك مسموح لنا بس نطلع على الكتب الدينية اللي تخص بالإسلام مالتنا، وبالأخص احنا يعني نتطرق للكتب الشيعية، لأن أنا من فئة شيعية بالبداية كلامي قلت لك. فبعد ما تركنا العراق وجينا على فنلندا، احنا كنا ماخذين نظرة يعني على الغرب والمسيح بس كفرة. ثبت لي هذا العكس، هم عندهم المحبة، عندهم السلام، عندهم يعني يقدموا مساعدة للناس. احنا هذا الشيء ما شفناه عند المسلمين. يعني لما يجي واحد محتاج من يمك مساعدة حتى بالنصيحة، يمكن المسلم ما ينصحك. فشفنا الناس هنا يعني شفنا الناس اقتنعنا بيهم. فكان أنا عندي يعني ابني دائما يتمرض، يعني دائما يصير عنده التهاب بأذانه، فترتفع حرارته بشكل مو طبيعي، يعني ارتفاع للحرارة يصير مفاجئ. فأنا كنت يعني كمسلمة أدعي أقول يا الله يا محمد شاف ابني، بس الظاهر يعني ما استجاب لهذا النداء مالتي. يعني كان ابني دائما مريض، فزوجي كنت ألاحظه دائما يصلي للطفل. فقلت له أنت إحنا كنا بالإسلام نصلي كشيعة نصلي على تربة ولازم تتوضأ وتخلي السجادة، فهسه شوفك أنت تلزم الطفل وتصلي، شنو هذا الصلاة؟ قال هذا الصلاة بالكنيسة، شفت المسيحيين يصلونها وأصدقائي، وحسيت من أصليها أنا قمت أرتاح. واو. طبعا أنا ما اقتنعت بكلامه، ما اقتنعت. قلت له لا، احنا ديننا يقول شيء ثاني. قال اوكي انت ما مقتنعة، بس التجربة حلوة، انت جربة ما راح تخسرين شيء. هم ما اقتنعت، بس قلت له اوكي، لان انا وياه دائما يعني على تفاهم، يعني مو خلاف، اكو بيناتنا توافق ومحبة. فكان ابني قلت له كلش مريض، فجاب الطفل وقال خلينا نصلي عليه باسم يسوع المسيح، حتى لو انت ما مقتنعة بس صلي، اطلبي من كل قلبك، قولي له يا يسوع المسيح شاف ابني، شوفي يسوع المسيح راح يبرهن لك وراح يشفي ابنك. طبعا كانت حرارة ابني كلش مرتفعة، وكنت يعني بحالة توتر. ففعلا صليت من كل قلبي، واحنا نقول بالعراقي الغرقان يتعلق بقشاية. فقلت خلي اجرب، ما بيها شيء، الانسان لازم يمر بتجارب حتى تبين له الحقيقة قدام عينه. فصلينا انا وياه باسم يسوع المسيح، وطلبنا من يسوع بان هو يشافي ابننا. واشكر الرب كل الشكر له وكل المجد له. امين. ابني يعني حرارته نزلت وقام ياخذ الرضاعة بشكل طبيعي، يعني انا فرحت. فقلت بيني وبين نفسي الصلاة كانت مالتنا يعني بالليل لما صلينا على ابننا. فقلت انا راح انام، انا ما قلت لزوجي، صلينا باسم يسوع وبس. قلت بيني وبين نفسي اذا اني مسلمة اريد يبرهن لي يسوع المسيح، يا اما اني اكون مسلمة واتبع الدين الاسلامي، يا اما اني اكون مسيحية مؤمنة. فتبين لي هذا الشيء، اشكر الرب، تبين لي هذا الشيء بعد ما نمت. اجاني انسان، والانسان
ده في حلم. مد لي ايده وقال لي ابنك راح يشافى. فانا استغربت، قلت له انت منو؟ قال انا يسوع المسيح اللي انت صليتي وطلبت ابنك بين هو يشافى. فاشكر الرب، اشكر الرب. يعني لما قال لي انا يسوع المسيح، يعني قعدت ما اعرف، جسمي يرجف من الفرح، من الخوف، يعني ما اعرف اوصف هاليلويا الحاله اللي انا مريت فيها. هاليلويا، مجد للرب. كملي آمين. كملي، حديثك حلو. قررت وصار ايمان بداخلي يعني كلش قوي بان اني اترك الدين الاسلامي، لان ما وجدت فيه حتى ابسط شيء شفاء ابني. قررت بان اني اكون انسانه مسيحيه، وحكيت ويا زوجي وقلت له اني مؤمنه بيسوع المسيح، واتمنى من الرب يسوع المسيح اكون اني انسانه مؤمنه له ومخلصه ومبشره بكلمته. ما دام شاف ابني وظهر لي هو لسانا لما طلبت من يمه البرهان، لان انا سبق وان طلبت برهان بالاسلام، هذا الشيء ما تبين لي، فتبرهن لي بين يسوع المسيح يحضر لي. انا انسانه كنت مسلمه، كيف يسوع المسيح يحضر لي ويبشرني ويقول لي ابنك راح يشافى، وانا راح اجيبك من الظلام للنور وافتح عيونك؟ يعني انا هذا الشيء عندي عجيب، هذه معجزه. هاليلويا، مجد من للرب. يومها قررت بين اني اكون انسانه مسيحيه عابره الى المسيح، واتكلم باسم يسوع المسيح، واكون انسانه مؤمنه وجديره ليسوع المسيح، واكون احد التلاميذ اللي ابشر باسمه وما اخاف من اي انسان. هاليلويا، مجد للرب.